مرحبا بنا في كتامة. اما العشبه هنا دايره ما بغات. كما تشوفوا الماء نقي 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 الاخوان، نبته السعاده. يا سلام. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهار جديد ورحله جديده. غنخرجوا من مدينه تاونات وغادي نمشيو ان شاء الله لاقشور. غير هو ما غنمشيوش على غفساي، غادي نطلعوا ان شاء الله على إساقن. نمشيو في الاول في الطريق الوطنيه رقم 8 حتى لإساقن، ومن بعد غادي نكملوا في الطريق الوطنيه رقم 2 اللي تسدي لشفشاون. وهذا دوار خلالفه. مرحبا بنا في إيكاون. جوج ديال الحوايج عجيبين في الطريق هذه اللي ما بين دابا تاونات قربنا لكتامه، هما البلايك ديال 60 80% ما كاينينش الاخوان، ما كاينه حتى شي بلاكه واش حتى تعاود الطريق. ولكن راه منين بدينا الطريق الصراحه قبل ما نلقاو لي طرافو ما كاينينش. الاشاعه الثانيه هو السوقان. هنا السوقان غير اشاعه، بنادم تيجي ويوقف، الطريق كلها فيراجات وتيجي وتيوقف عادي، فهمتي؟ مولا في ذاك الريتم. كاميونات الا جاي تيقف الطريق كلها. ما عمرني شفت هذا الكم تبارك الله الهائل ديال الجبال. الطريق واعره واكثريه منين غادي يكملوا لي طرافو اللي هنا المصايبه ديالها غادي ترجع حسن وغادي تزيد تكبر. شو المناظر اللي تنشوفوا في الطريق الاخوان؟ شوف وبطبيعه الحال هنا بدات تتبان النبته العجيبه السحريه. مرحبا بنا في كتامة، وبالضبط راه سميتها 3 كتامة. كتامة هي البوابة الغربية لجبال الريف الأوسط، وجات ما بين جبالة وصنهاجة. دايرين بها الجبال اللي الارتفاع ديالهم ما بين 1500 و 2000 متر على سطح البحر، ومنهم تقدر تشوف واحدة من أكبر الغابات في المغرب، شجرة حدا شجرة، ومنهم تقدر تشوف واحد المنظر زوين ديال المنطقة. العمر ديال هاد الشجر تيزيد على 100 عام، الحاجة اللي ولات قليلة في المغرب. وكتامة معروفة على الصعيد الدولي بزراعة القنب الهندي. وصلنا لإساقن ان شاء الله. من إساقن غادي نقبطوا الطريق الوطنيه رقم 2. إساقن قريبه لكتامه وتتشبه لها، جات وسط جبال الريف على الطريق الوطنيه رقم 2 ما بين الحسيمه وشفشاون. معروفه بسوق الخميس اللي تيتجمعوا فيه كاع الدواور. وسكان إساقن من اطيب خلق الله، ناس الخير والكرم. ومعروفه بواحد المنطقه اللي كلها خضوره والواد دايز من الوسط، وتتسمى هذه البلاصه ببيبينيا. تبارك الله الغابه اللي كاينه في الخرجه ديال كتامه وفي إساقن كبيره تبارك الله، الشجر طويل. هو حاجه وحده، الزبله الاخوان ملاوح في وسط الغابه. ما عرفتش واش ما عندهمش مطرح الازبال هنا فين ما جاو تيلاوحوا ولا ما عرفتش. المهم هنا الغابه تبارك الله كبيره، والناس راه ساكنين وسط منها، كاين ديور لقيناهم وفيلات وكذا وسط منها. اما العشبه هنا دايره ما بغات. ونبته السعاده الاخوان ما خطاتش هاد الطريق، هذه الطريق كلها والقلنب الهندي موجود. نبته السعاده. يا سلام. معروفه المنطقه به وتيرشوها نتوما هما تيزرعوه. ما تدخلش الارض بنادم وتبغي تصور ولا تبغي ما نعرف، كل واحد والعقل ديالو. شفتي بعينيك سير بحالك.
مناظر واعره الاخوان هنايا. مازال ما وصلناش لباب برد. وصلنا الحمد لله الاخوان لباب برد من بعد دوك الفيراجات والغابه اللي ديال الساكن. باب برد وحده من القرى المغربيه اللي كاينه في شمال المملكه، جات على الطريق الوطنيه رقم 2 ما بين الساكن وباب تازه. من اشهر البلايص القريبه منها هي بير السودان، تقدر تلقى هذه البحيره عامره الا طاحت الشتاء وطاحت الثلج. مرحبا بنا عند ناس خميس المضيق ومرحبا بهم عندنا. وصلنا للشرافات. هاد الشرافات هادي عندها داك اللون الزرق والبيض داير بحال الشاول ولا اصيله. واخيرا وصلنا لباب تازه. ما بقى لنا والو دابا على شفشاون ان شاء الله. بقات واحد 22 كيلومتر. باب تازه الاصل التسميه ديالها حيت جات ما بين جبلين، جبل خزانه من جهه الجنوب وجبل ماكو من جهه الشمال، وجات بحال شي باب، وهي عباره عن مركز شبه حضري وقريبه لشفشاون. بقات لنا تقريبا واحد 10 كيلومتر على شفشاون، ووقفنا في درداره. مشينا عند واحد المشوات، واحد السيد هنايا تيدير الشواب تيدير داكشي، نجلسوا ناكلوا عنده وعاد نكملوا الطريق ديالنا. صباح الخير حبيبتي. كي صبحتي مزيان؟ مزيان. وقفنا طويجنات ديال اللحم وصالات وشي شويه ديال الشوايه. وراها من بعد الحمد لله ما كلينا بخير وعلى خير. نكملوا الطريق دابا ان شاء الله لمدينه شفشاون، ومن موراها نمشيو للبلاصه اللي حنا معولين نعوموا فيها. وصلنا لمدينه شفشاون الحمد لله بخير وعلى خير. شفشاون ما عندي ما نقول، أغلبية المغاربة زاروها. المدينة الزرقاء ولات مدينة دولية، الزوار الأجانب تتلقاهم في كل ركن من أركان المدينة. مدينة تحس بالراحة ملي تدخل ليها. ودابا قبضنا الطريق غنمشيو في الطريق ديال اقشور. غير هو ما غنمشيوش لاقشور، غادي نوقفوا قبل ان شاء الله في واحد البلاصه ما غيبقى والو على اقشور، ولكن واحد البلاصه اللي ستكون خاويه. الطريق ديال اقشور راكم عارفين طريق واعره بزاف، حتى هما كاين طريق في وسط الجبال، الخضوره منين ما درتي تبارك الله وصل على النبي. وهذه هي الطريق ما بين شفشاون واقشور، طريق مزيانه مخيره. المشكل الوحيد اللي فيها ان انت تعمر اقشور بالناس تتولي الطريق عامره بزاف، تقدر تبقى في هذيك الطريق ساعتين وانت واقف. اما الا جيتي في الوقيته اللي خاويه فغتمشي مزيان حتى للبلاصه فين باغي. فيها شويه ديال الفيراجات بنادم يرد البال وبشويه عليه. وصلنا الاخوان للبلاصه. هاد البلاصه هادي ما بقى لنا والو على اقشور، بقات تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. جا الكيد اللي غيدينا. دونك هادي هي الطريق باش تهبط للبلاصه المخبأه. السوس ضربتيها بالزلقه. وراه شي بيسه. دونك الطريق سهله، هي ما بيناش.
صفطة الاخوان ما واعراش. وهنا يمكن لكم تجيو تباتوا كاع الا بغيتو. كاينين لي طوند الناس، كاينين بلايص فين تبات. ها نتوما شوفوا معايا، حنا نكتشفوا حاجه بحاجه. كما تشوفوا الماء نقي 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 الاخوان. كاينين جليسات هنا، كاين واحد الجليسه بالقصب. يا سلام. نغطاس انا ما يخلينيش نغطاس. هذه هي البلاصه المخبعه اللي كاينه قبل اقشور كما قلت لكم ب 10 ديال الدقائق. بلاصه واعره واعره بزاف الاخوان. الا بغيتي اللوكاليزاسيون بالضبط تكتب بلديه ايكو كومبينغ وتجي لطريق الشانطي. ما غتبانلكش الطريق الصراحه ما بين الشجر وداك الشيء، ما غتبانلكش. قدرتي انك تهبط بوحدك الصلاه على النبي، هبط مع راسك. هنا الناس يصايبوا لك اللي بغيتي. الا بغيتي الطاجين خاصك تجيب السلعه ديالك، تجيب اللحام ولا الدجاج وداك الشيء وهو يطيب لك. ويسدات هي القهوه وكذا راه تيصايبوهم هنايا. اما الا بغيتي تسكن هنايا كاين جوج انواع. كاينين لي شومبر وكاينين لي طونط. لي شومبر كاين ديال 200 درهم 250. لي طونط كاين ب 150 درهم ديال جوج الناس، كاين ديال 200 درهم، كاين ديال 300 درهم. مع دابا الشمس ضاربه. وكاين حتى الطواليت هنايا. وخلاص لقينا بالهندي فين ما مشيت الاخوان. ها هو وحده الشجيره. يس خليو هاد البلاصه الواعره. تنتمنى تكون عجباتكم. نطلعوا ديك الطليعه ديك الهبطه اللي هبطنا قبيله. دابا كاينه الطلعه. شفتوا الاخوان هذا البيت الكبير تيقدر يهز 6 7 الناس. هذا داير تقريبا 25,000 فرنك 5000 ريال. وهذاك اللي لهيه هذا البيت الصغير هذا تيهز 2 3 الناس وعلى حسب حتى هو 150 درهم 200 درهم. وكاينين القياطن. دابا طريق العوده ان شاء الله نطلعوا نعاودوا نرجعوا ان شاء الله للشاون. الصعود يكون شويه قليل الصعوبه. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في راسكم. وهاد البلاصه الاخوان بلاصه ما معروفاش.